في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما وعدتكم دايما يا بنات، قبل ما نبتدي أي حاجة نقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة كده عايزة أصبح عليكم، يا صباح الفل والهنا والرضا وكل حاجة حلوة في الحياة. صباحكم زي الفل إن شاء الله يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده أنا صحيت بدري وقلت بقى ايه، شوية نشاط كده، كان عندي شوية نشاط فقلت أعمل ايه فلقيت نفسي. بصراحة أنا كنت مقررة الموضوع ده من قبلها بيوم بالليل، إن أنا عايزة أجيب الشازلونج في الصالون، علشان لما بكون للأسف لما بكون آه، بحمل فيديوهات وكده على اليوتيوب بيبقى النت ضعيف قوي، وطبعا الراوتر موجود في الصالون، فبضطر ان انا اقعد على الفيديو كده، فبتعب جدا لما بكون قاعدة. في حاجات بحملها وكده، وفي فيديوهات ببقى محتاجة ان انا أحمّلها على الفيديو وكده. فكنت باقعد على الفطير، فكنت باتعب أوي، أوي، أوي. فقُلت أجرّب أشوف الشازلونج لو جِه بين العمود والشباك. زي ما أنتم شايفين كده، يعني أنا عندي عمود كبير أوي في الصالون. فطبعًا أهو زي ما أنتم شايفين العمود أهو يا بنات. فطبعًا دخل بالضبط، بالضبط يا بنات. ما فيش أي فرق بينه يعني دخل بالضبط، كأني بالضبط متفصّل عليه. وهنا كنت باوريكم الصالة طبعًا اتقلبت لمّا طلّعت الصالون برّه. كان في حاجات في الصالون خرّجتها برّه، المكنسة دي كانت محطوطة جنب التلاجة، ودلوقتي مش هينفع إن أنا أحطها جنب التلاجة علشان حطيت الاتنين فوتيه في دخلة الصالون. زي ما انتم ما شفتوا في أول فيديو كده ترتيب الصالون. طبعًا يا بنات عايزة آخد رأيكم في اللي أنا عملته ده، لو هو شكله حلو أو هو كان في الصالة أحلى. عرفوني برضو في التعليقات، واكتبوا لي تعليقات كده عشان ادخل. اضغطي على زرار اللايك اول، وبعد كده اكتبي لي تعليق كده حلو منك علشان ادخل ارحب بيكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هنزله. طبعا الحاجات اللي على الترابيزة دي برضو انا شلتها، دخلتها المطبخ. ابتديت برضو ان انا اكنس الصالة كده بالمقشة بسرعة، ارجع كل حاجة مكانها. دي كل حاجات يا بنات خارجة من تحت الشازلونج. طبعا انتوا عارفين اي حاجة بتبقى محطوطة في البيت بيبقى تحتيها تراب كده. هنا بوريكم الصالون تاني مرة. وشايفين يا بنات انا كنت بصراحة كنت هحط الشازلونج مكان الكنبة. هقول لكم دلوقتي ان انا كنت هحط الشازلونج مكان الكنبة، ولكن ما ينفعش. يعني حسيت ان الدنيا ضيقة معايا قوي، لأ ومش نافع. فما حبيتش بصراحة، وما كنتش معتقدة ان هو ممكن يجي في المكان ده خالص. فقلت طب اجرب كده، والحمد لله الحمد لله جه في المكان ده. بعد كده يا بنات بقى كنت خلصت خلاص البيت وكده، قلت ادخل معاكم واعمل معاكم احلى غدوة، يعني احلى اكله انا بحبها في الحياه بجد والله العظيم يا بنات. بحبها جدا جدا جدا. النهارده هعمل معاكم الرز والعدس. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه طبعا الزيت. ببتدي ان انا احط الزيت وبيتقدح كويس جدا يا بنات، وبنزل عليه بالميه والملح واسيبهم يغلوا كده مع بعض شويه، وبعد كده انزل بالرز والعدس. بحط كميه الرز بالظبط قد كميه العدس. لو انا حاطه نص كيلو رز بحط عليه نص كيلو عدس، وهكذا لو حاطه كيلو بحط عليه كيلو عدس. تمام يا بنات. ببتدي ان انا اغسل الرز والعدس كويس جدا زي ما انتم ما شايفين كده. متنسوش يا بنات طول ما انتوا واقفين تصلوا على النبي وتستغفروا كتير، علشان ان شاء الله ربنا يسهل لكم كل اموركم باذن الله. وزي ما قلت لكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك، يعني اللي بيتفرج يعني وكده وناسي ان هو يشترك في القناه. بصي كده على كلمه اشتراك، لو لقيتي انت مش ضغط عليها اضغطي عليها، علشان باذن الله عائلتنا تكبر باذن الله. انا قلت لكم زي ما قلت لكم امبارح يا بنات في فيديو امبارح ان احنا قربنا على 600 مشترك. فيلا كده يا بنات، جدعانوا كده واللي مشتركش في القناه يشتركوا. طبعا شيروا القناه لاصحابكم وكده، علشان القناه يعني
تكبر كمان وكمان بإذن الله. اللهم لك الحمد. أنا برضو راضية وفي نعمة، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، ديمها نعمة ويدومكم نعمة في حياتي يا رب. هنا ابتديت طبعا ان احط المية بتاعتي، واحط بظبط طبعا كل حاجة والملح، وبدأت ان انا اسلق بيض. وبعد كده كنت بعت ابني يعني يجيب لي بتنجان وبطاطس وكده، ما كانش عندي، فراح جاب لي. يعني هو ما كانش احسن حاجة، بس طبعا احنا عندنا هنا في المنطقة بتاعتنا يعني في سوق بتاع خضار وكده، فما كانش برضو احسن حاجة، بس مش بطل يعني تمام. انتوا عارفين طبعا لو انت الناس بتضحك على الاولاد ازاي بيجيبوا لهم اي حاجة، بس كل واحد بقى بضميره كده، يعني كل واحد وضميره، ربنا هو اللي هيحاسب. تمام. فانا طلعت منهم الشطه كده، وكان جايب لي بطاطس. طبعا هستخدم الشطه دي دلوقتي. ببتدي ان انا اغسل البتنجان كويس جدا جدا. انا هعمل بتنجان يا بنات اللي هو المدحرج او المقلي. هو ناس بتسميه مدحرج وناس بتسميه مقلي. مدحرج يعني بيدحرجوا في الزيت كده عشان كده بيسموه بالاسم ده. وهنا كنت بدأت ان انا افتح البتنجان كده بالنص زي ما انتم شايفين، علشان كمان يستوي من جوه. اهم خطوه يا بنات في البتنجان وانتي بتحمريه، بالذات البتنجان ده علشان يستوي معاكي، تبداي ان انتي لما تحطيه على النار اول شويه كده يعني بتسيبيه شويه كده على النار شويه صغيرين قوي، وبعد كده توطي خالص وتغطيه علشان يبتدي ان هو يستوي معاكي. دي اهم خطوه يا بنات في البتنجان اللي كانت قايله لي عليها عمتي اختي جوزي. بصراحه كنت بطلع البتنجان ما كانش بيبقى، بحس ان هو مش مستوي كويس من جوه، فقالت لي وطي عليه وغطيه وسيبيه شويه على النار وهو هيستوي معاكي. وانا عملت كده زي ما قلت لكم يا بنات. لو حد بيديني اي حاجه نصيحه، يعني ان هي تكون في مصلحتي، او ان انا إيه، طبعا انا ما كنتش اعرف ان هو بيتحط يعني بيتعمل كده. انا قلت لكم ان انا بتعلم. تمام يا بنات، واحنا كلنا بنتعلم مع بعض. ف... فانا مش بتكسف خالص لما بقول لكم ان انا ما كنتش بعرف حاجه، وبسأل طبعا عليها ولو يعني بسأل عليها وببتدي ان انا انفذها عادي بكل بساطه. وطبعا طلع ان هي معاها حق، ان هو لازم البتنجان يتغطى علشان يستوي معايا. وكنت برضو هنا قشرت بطاطس وهبتدي ان انا اقليها. فانا قلت لكم يا بنات ان مفيش اي مشكله خالص ان احنا نسال بعض، او ان احنا مثلا لو شفنا حاجه مش صح وانتي مثلا عارفاها ان هي صح، يعني او يعني هي انت مش شفتيها مش صح وانت عارفه ازاي هي ممكن تتعمل صح، فطبعا تقولي للي قدامك لا اعملها كده وما تعملهاش كده، كده غلط. كلنا بنفيد بعض، كلنا اخوات يا بنات. فمحدش يستخسر في حد أي معلومة أو أي إفادة. ناس كتير بتسألني على حاجات كتير، والله العظيم يا بنات أنا مش بستخسر فيهم أي حاجة خالص. ربنا طبعا مطلع وشاهد وعالم بكل حاجة. فساعدي يعني غيرك عشان ربنا بإذن الله يوقف لك ناس تساعدك في حياتك. تمام يا بنات. هنا وطبعا اللي عايز يسألني في أي حاجة أو يستفسر عن أي حاجة يبعت لي. أنا هسيب لكم يا بنات لينك في صندوق الوصف لينك الفيسبوك، علشان اللي حابة تسألني على أي حاجة تدخل وتسألني عليها عادي. هنا كنت بقول يعني خلاص خلصت البتنجان، كان كان قدروا يستووا خلاص. فابتديت ان انا احط الكمية التانية اللي معايا. وبرضو عملت يا بنات البيض كنت خلاص طفيت عليه. هنا هبتدي بقى ان انا اعمل الخلطة بتاعة التوم يعني والحاجات دي بتاعة البتنجان. زي ما انتم شايفين كده حطيت يعني شوية توم كده بتاع 5 6 فصوص توم كبار يا بنات كده، وعليهم قرن فلفل وقرن شطة يعني حتة صغيرة جزر، علشان الألوان وكده. بحب الألوان بالذات في الأكلة دي. ما عنديش فلفل، ما عنديش شطة حمراء، فحطيت بدلها جزر. وزي ما انتوا شايفين الشكل اهو. ببتدي ان انا احط عليها ليمونتين اعصرهم كويس جدا. لو مرضتش يا بنات تتضرب معاكم في الخلاط، حطوا نقطة مية وهي هتتضرب معاكم في الخلاط. وبعد كده بتبتدي ان انت تحطيها، بتحطي ملح طبعا وفلفل وكمون بالاكتر يا بنات. الكمون يعني بيخلي طعمها حلو. وتبتدي انت تحطيه كده في البتنجان زي ما انتم ما شايفين بالطريقة الحلوة دي. بجد هو ده اللي بيفتح النفس على الاكل.
تمام يا بنات. وهنا كنت خلاص خلصت الاكل زي ما انتم شايفين كده بالجمال ده، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. قدمته بطريقه بسيطه جدا جدا جدا. تقدري تقومي دلوقتي تعملي الاكله دي، حلوه وبتفتح النفس. وكان طبعا قليت البيض زي ما انتم شايفين كده، وعملت طبق سلطه والبطاطس علشان تبقى الأكلة كده حلوة وتفتح النفس. متنسوش يا بنات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتضغطوا على زرار لايك واشوفكم على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.